قصص الناس مع لبنى مصطفى. سلام عليكم. في واحدة بتقول: ماما كبرت وبقت تعبانة شوية، واخواتي الرجالة قالوا بيوتهم صغيرة وولادهم بيدرسوا، ومراتاتهم رفضوا المسؤولية، قالوا إحنا مش ملزمين بيها. أنا أخدتها عندي، وكنت أصلاً برع حماتي قبل كده. دلوقتي ماما عايشة معايا مرتاحة، أكل وشرب ولبس نظيف والحمد لله. بس المشكلة إن إخواتي بقوا ييجوا هم وولادهم ياكلوا ويشربوا ويقعدوا كتير وبعدين يمشوا، وكمان إخواتي البنات بييجوا ويباتوا هم وعيالهم أوقات. بيتي بقى زحمة وصوت ومشاكل. اتضايقت وقلت لهم ما ينفعش تيجوا بالشكل ده. واحد من إخواتي قال: ناخد ماما ونمشي. كان بيهددني يعني. قلت له: خدها، لأني بجد تعبت من كل حاجة. دلوقتي زعلوا وقالوا إني بمنعهم يزوروا ماما. انتوا شايفين أنا غلطانة؟